السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض طريقة السمك المقلي بخلطة حلوة جدا. انا معايا سمك منضفاه كويس جدا، فتحاه من هنا بالسكينة من الجنبين، عشان انا عايزة الخلطة اللي انا هعملها معاكم النهاردة تنزل في اللحم وتخليه طعمه حلو جدا. شوف مع بعض. خلطة السمك نعملها مع بعض تبقى عبارة عن توم باودر، كمون، بهارات سمك، كركم، ملح، كزبرة ناشفة. دي خلطة جميلة جدا للسمك. اول حاجة نحط البهارات مع بعض. تاني حاجة انا هعصر ليمون. ممكن تحطي ليمونتين 3 عادي زي ما تحبي، بس الليمون هو اللي هيدي طعم السمك حلو جدا. بعدين نقلب كويس جدا. وبعدين نضيف خل، يعني زي معلقتين كبار من الخل. نقلب كويس جدا. ودي الخطوة التانية، نضيف دقيق في السمك كده. انا عايزة اضيف الدقيق في السمك من بره ومن قلبه من جوه كده بالطريقة دي كده. بعدين انزله من بره حلو جدا كده. وبعدين اروح عند الخلطة اللي احنا عاملينها مع بعض ونضيف كده في قلب السمك كده. وفي الفتحات اللي احنا عاملينها في اللحم كده بالطريقة دي. الجنب التاني برضو ندخل الخلطة بتاعتنا في قلب الفتحة دي كويس جدا. وبعدين نرجع تاني للدقيق، هعوزها من بره حاجة بسيطة بس كده 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 بالشكل ده. نضيف مع بعض واحدة كمان. نحط دقيق على
على قد ما تقدري. ضيفي الدقيق في قلب السمكة كده كده بالطريقة دي، وبعدين كوباية تاني من السمكة، بس هتضيفي من بره كويس جدا، بصراحة حلو جدا بالدقيق من بره كده. هنا نروح من الخلطة بتاعتنا نضيف من جوه بجد. جربي الوصفة دي هتعجبك جدا. كده الخلطة في قلب السمكة كلها من جوه، وفي الفتحات برضو دي احنا عاملينها مع بعض. جنب التاني برضو احنا نرجعها تاني للدقيق كده، نخلطها كويس جدا كده بالشكل ده. انا ليه بحط دقيق في السمكة من جوه؟ علشان تبقى السمكة طرية وما تنشفش من بره كويس جدا. بعدين نروح الخلطة بتاعتنا نمشي من جوه كويس جدا. من بره خلي الحشوة في قلب الفتحات دخليها كويس جدا عشان تبقى السمكة طعمها حلو. اهي الطريقة دي نرجعها تاني للدقيق كويس جدا بالشكل ده. عشان ما اطولش عليكم هكمل وارجع لكم تاني. كده خلصت الحشوة بتاعه السمك. الخطوة التانية اللي مع بعض ورجعت لكم تاني. طبعا انا حاطه صينيه فيها زيت، انا كنت سايباها على النار عشان عايزه الزيت يسخن جامد عشان السمك منهريش، والنار هخليها متوسطه. ونقول بسم الله. طبعا انا مش هقلبه الا لما الجنب اللي تحت يحمر الاول.
طبعا انا معليه النار عادي. طبعا انت لو بتوطي النار وعشان السمكه تطيب من جوه كويس، لا ما تقلقيش عادي علي. طالما عامله فتحات من الجناب كده بالسكينه زي ما انا عملتها، عادي هي هتطيبه ما تقلقيش. كده هقلب السمكه على الجنب التاني. بجد جربي الطريقه دي حلوه جدا، وجربي الخلطه اللي هي الخلطه في الفيديو، بجد حلوه جدا وكان طعم حلو جدا للسمك. عشان ما اطولش عليكم نكمل مع بعض نرجع عشان ما اطولش عليكم. كمل بقيه السمك وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت قلي السمك. دلوقتي انا حابه اعمل معاكم الرز المتحمر. اول حاجه هغسل كميه من الرز عشان دي نحمروها الاول وبعدين ارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما غسلت كميه من الرز. قول بسم الله. اول حاجه هنحط زيت، ولو عندك سمنه حطي نص معلقه عادي مع الزيت، خلي طعم الرز حلو جدا. طبعا اصفي الميه كويس جدا من الرز قبل ما احمره. نقول بسم الله. كده هو لونه قرب يتغير. انا مش هطول عليه، انا هخليه يدي اللون الذهبي واضيف عليه الميه والرز. انا مش هطول عليه اكتر من كده. وبكده الرز اتحمر كويس جدا وادى معانا اللون الذهبي ده. اضيف بقى عليه الميه والملح.
بسم الله. هضيف الملح. غطي عليه عبال ما اغسل بقية الرز. وبكده رجعت لكم بعد ما غسلت الرز. نضيفه عليه في الحلة. نقلبهم مع بعض. كده نعلي النار ونغطي الحلة ونسيب الرز لما يغلي. وبكده الرز معانا بعد ما اتشرب. قلبه كويس جدا. نوطي عليه النار ونغطيه. كده الرز معانا بعد ما طاب فرفر وحلو جدا. ريحته حلوه جدا. ودلوقتي هعمل السلطه. طماطم وخيار، وهحط بصله صغيره، وخضره معايا كزبره وشبت. الشبت بيعمل طعم وريحه حلو جدا للسلطه. وبتنجان مشوي بعد ما هعمل سلطه واضيف عليها واقلبه واحط على طحينه. انا كنت عاملاها معاكم قبل كده. يلا نشوف مع بعض. كده خلصنا خليط الخضرة. انا بحب ازود خضرة على السلطة عشان بتديها طعم حلو جدا. خلط مع بعض الطماطم.
وكده احنا خلصنا السلطة. ناخد حاجة بس عشان نعرف نقلبها على بعض. ونجيب الخضرة كويس جدا. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا رب طريقتي تعجبكم. وما تنسونوش في الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك، واكتبوا لي تعليقات حلوة في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.